ده الجون الاول بتاع احمد علي مش الثاني. احمد سمير فرج اللي عملها وعمل له الجون الاول فعلا. طيب كابتن وليد، يعني الفريق لما بيكسب مباراه كل النقاط بتشيد بادائه، فما بالك لما بيفوز وبيقدم عرض رائع زي اللي قدمه فريق الاسماعيلي؟ اكيد كان وراء هذا الفوز وهذا العرض الرائع عده عوامل، يا ريت توضحها لنا كده. رقم واحد، انا برجع الفوز علشان ما يبقاش المدرب بس مظلوم في حاله الهزيمه فقط، لا، كابتن عماد سليمان عامل كذا تكه تكتيكيه عاليه جدا جدا. يعني فين كام مدرب جه على نادي الاسماعيلي واحمد سمير فرج بيلعب باك ليفت؟ النهارده احنا شايفين ان احمد سمير فرج هو بيعمل كل حاجه، كلهم يعني بيعمل الهدف الاول وبيعمل الهدف الثاني، وعامل الهدف الاول منين؟ ده من ناحيه الوينج رايت. فبالتالي انت لما المدرب يبتكر من جوه الملعب تعرف ان ده راجل بيفكر. يا ريت بقى بلاش الاجانب بس اللي هم نطلق عليهم لقب العبقري، لا، احنا عندنا مدربين في الكوره عباقره زي كابتن محسن صالح، زي كابتن فاروق جعفر، مش عايز انسى حد. لكن النهارده كابتن عماد سليمان النهارده بيأكد ان هو عينه حلوه قوي في الملعب. معنى ان انا اغير في مهام ووظائف اللعيبه، حتى احنا نفسنا لو سالتنا قلت لنا احمد سمير فرج يلعب فين، فاي حد هيقول لك باك ليفت. محدش ابدا كان يتخيل ان احمد سمير فرج يلعب تحت الفرودين ويلعب الكابتن عماد سليمان من غير باك ليفت اصلا. يعني بيلعب عبد الله الشحات متقدم، يعني هو بقى بيغير في الطريقه، بدل ما تبقى 5-3-2 لا، ده هو بقى بيعملها 4-4-2 بس مش محسوسه من الجهه الخفيه. يعني يجي عبد الله الشحات يروح ضامن في نص الملعب. علشان كده انا وريتك كوره كابتن هيثم لما عرف عباس دخل مع عبد الله الشحات جوه الملعب خالص، اللي خد منها الفاول اللي احرز منها احمد سمير فرج الهدف. مظبوط. يعني معنى كده ان هو بيلعب على المناطق الخفيه. دلوقتي الكوره في العالم كله بقت خلق مساحات، ازاي تقدر تخلق مساحه تروح تلعب فيها في مكان فاضي. فالنهارده الكابتن عماد سليمان بيعمل كل ده. طبعا ده هدف مهاب سعيد اللي نازل عايز يجيب جون، يعني حتى اللعيبه الاحتياطي ولا مقيره ولا قلبه وشها ولا متضايقه من المدرب، لا، واللي خارج سعيد. اللي خارج مبسوط، واللي نازل سعيد ان هو عايز يهدف وعايز يدخل جوه منظومه فريق ممتع جدا. طبعا كمان لازم ما ننكرش الدور العظيم للحارس العملاق حسام الحضري. يعني رضينا ام ابينا هو فعلا رقم واحد في انا شايف انه في العالم العربي كله او في افريقيا، السد العالي. فعلا تحس ان في ثقه. ده طبعا هدف برضو عبد الله الشحات العالمي. يعني بص جاي منين عبد الله الشحات بيخش ما بيبقاش باك ليفت، بيبقى في مناطق بص منين، ومش اول تصويبه صوبها كابتن وليد، ده صوب 2-3 كمان في الشوط الاول. صح. فبالتالي كابتن عماد سليمان انا بنسب له الفضل الاول في توظيف اللعيبه، وفي انه بيلعب باللعيبه عامل زي عرايس المايونيت، يعني بيحولهم وبيغيرهم زي ما هو عايز. فدي لازم تحسب له مع الجهاز الفني كله. رقم 2 طبعا ما ننكرش المؤازره الجماهيريه العنيفه، يعني جمهور يخلي اي حد يلعب. يعني عشان كده احنا او انا شخصيا متحيز للانديه الجماهيريه، لان الملعب بص مليان ومتقفل، وكل ما حد يعمل حاجه ممتعه الجمهور كله بيتفاعل معاها. فبالتالي كل دي عوامل، المدرب، الجهاز الفني كله، الجمهور، اداء اللاعبين جوه الملعب بقى بيلعبوا باستمتاع. يعني انت واضح جدا ان اللعيبه كلهم عايزين الكوره،